تعرف عن حي الزبالين في مصر؟ حي عجيب. بتعملوا ايه؟ احنا بس عندنا فضول نشوف بيحصل ايه. احنا نشوف بس الدنيا هنا فيها ايه. ماشي. لكنه سبب إن مصر يكون عندها أعلى معدلات إعادة تدوير مخلفات. والبضاعة لوحديها والرابش لوحده. الاول للعجول والتاني للخنازير وللبط وللمعيز والاخير للمعيز. يا سوادة عشان نعمل ترند هنا. قبل ما نكمل الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. أنا أحمد ضياء وعندي مهمة أسافر العالم وأنقل لكم أحلى وأغرب التجارب وأعرف هل أقدر أتقبل كل حاجة. أهلا بيكم في ضياء فيلمز. القصة بدأت في يوم عادي. طلبت من صاحبي يرمي حاجة. ناصر ما تاخد ترمي دي في صندوق الزبالة اللي هنا. ماشي. بقول لك ايه، عمرك فكرت الزبالة دي بتروح فين؟ يا دي ما سمعتش عن منشية ناصر؟ منشية ناصر؟ طب ما يلا. هو واحد بس اللي بلجأ له في الموقف. اركب يا باشا. بقول لك ايه يا سيد، وقف كده. بقول لك ايه، تعالى بص بص يا محمد، كل عمليات الفرز بتحصل هنا. إعادة التدوير كلها بتاعت البلاستيك والشنط والحاجات دي كلها بتحصل هنا. سيد دخلنا في أعماق الحي اللي موجودة على أطراف جبل المقطم، سلسلة جبال في جنوب شرق القاهرة، عشان نشوف إيه اللي بيحصل جوه. بص بقى، محمد هيفهمكم كل حاجة. مجتمع ضخم من الناس بيجمع المخلفات يفرزها وعايشين بسبب القمامة. أول حاجة بنجيب المخلفات من الحي. بيجمعوا مخلفات مدينة عايش فيها فوق ال 23 مليون. ده اسود، ده قشرة دي. هي أول حاجة الزبالة بتجيلنا مقفولة كده، واحنا بنفرزها المعدنية لوحديها والبضاعة لوحديها والرابش لوحده زي ما انتوا شايفين كده، والنقطة بناخدها بنديها لحد تاني زي كده مثلا. يفرز كل حاجة لوحديها وكل صنف لوحده. وادي محمد بصوا بقى شغله عامل ازاي، بيفرز كل نوع لوحده. الاسود لوحده، الشفاف لوحده، المعدنية لوحديها، الصفيح لوحده، كل حاجة لوحديها. كنز لوحده، القشرة لوحديها، الطبق لوحده، المعلقة لوحديها، كل حاجة لوحديها. دي قشرة، ده الاسود، ده الشفاف، دوت الزبادي، دي المعدنية، ده الكنز، ده الصفيح، كل حاجة لوحديها. دي المعالق، كل حاجة لوحديها. وبعد ما بيتفرز بيروح فين؟ بنوديه بقى مكان تاني، مصانع. اهو اصحاب الشغل بقى. يعني انتوا شغالين عند اصحاب؟ احنا عمال. احنا عمال. اي حاجة. هي دي شغلانتنا، هي دي الشغلانة. دي حاجات بقى اللي هتترمي بعد ما فرزنا بقى الشغل. بيطلع من الشغل، الشنط بتطلع من الشغل. شنط البلاستيك. ده بيبقى هاي عريض مثلا، حاجة زي كده لوحديها. دوت سلوفان، ده لوكس. نزح الناس في 1948 مدن زي المنيا وأسيوط. ناصر، شايف كمية الخنازير؟ ايه الحوار ده؟ طلعوا بيربوا الحيوانات دي عشان بتاكل من بواقي اكل الفنادق اللي بتيجي في الزبالة. والحيوانات دي عايشة على بواقي الأكل اللي بتيجي في المخلفات. بص بقى، ما ينفعش برضه نحطوا العيال الصغيرة مع حلوف كبير، نحطوه مع عمه بس.
لازما معمه عشان يعيش. هتحطه مع حلوف كبير هيموته. بص الجراوه بتطلع ازاي. بس هو مش هيعمل حاجه. ده الجرو ومسكته كده. لو مسكته كده الحلوف هيعضك، هيعمل صوت والحلوف هيعضك. الاول للعجول والتاني للخنازير وللبط والاخير للمعيز. تعال نخش نشوفه. بص العجول اللي هي بتتولد من جوه بنجيبوها هنا عشان العجول الكبيره ما تموتهاش، بنحطها لوحديها. ما تخافش، هو ما بيعملش حاجه. لا، مناديل الكياس بتموتها. حاجات زي دي لازم نشيلوها من الاكل. حاجات زي دي تخش في البهايم تموتها. احنا لازم نشيلوها. احنا من الزباله ممكن ناكل العجول وناكل بهايم كتير من الزباله والخنازير. بنطلعوا منها عيش ومكرونه ورز واكل الفنادق. ده من بواقي الاكل، اكل الفنادق اللي هو من الزباله. طبعا بنربي الفراخ عشان ناخد من وراه البيض، والمحتاج ياكل فراخ طبعا. المبهر انهم يقدروا يعملوا اعادة تدوير ل 85% من المخلفات اللي بيجمعوها، وده معدل اعلى من مدن متطورة كتير. ودي نسبة عالية جدا بالنسبة للمدن المتطورة. انتم متخيلين الرقم ده؟ حتى البلاستيك بصوا بيجمعوه ازاي في بلوكات. الاكياس اللي شفناها فوق بتتقطع هنا وتتفرز وتتخرز وتبقى بالشكل ده علشان تخش في منتجات زي صناعة الكراسي ويعملوا منها اكياس بلاستيك تانية. بص المنظر فين اهو. تحس بقى دي ان خلاص ده اخر دور اللي هو اللي ايه اللي فيه المعيز. بس الدور الاخير بقى وده بيربوا فيه الحمام. هنا بقى يا ضياء برج الحمام. تعال. من امتع التجارب اللي ممكن تعملها انك تطير الحمام بنفسك. هنا بقى يا ضياء بيربوا الحمام. هتقولي ليه بنطيرها؟ ليه؟ بص بقى، الحمام مبدئيا بياخدوا منه الزغاليل وبيطيروا الحمام عشان يجمعوا الحمام من المنطقه كلها. يعني ممكن يبقى ابتدوا البرج بحمامتين وفي الاخر زي ما انت شايف كده يبقى فيه اكتر من 100 حمام. الحي كله هنا قايم على إعادة تدوير القمامة بتاعت القاهرة كلها. بص المنظر عامل ازاي؟ ناصر، هو ايه اللي هناك ده؟ مش عارف، بس هي تقريبا شكلها كنيسه. دير منحوت في الجبل، كنيسة سمعان محفورة جوه جبل المقطم الأكبر في الشرق الأوسط. الكنيسة تقدر تاخد 20,000 شخص. حي الزبالين أو حي جامع القمامة جندي مجهول في مصر، ولازم نقدر الناس دي ومجهوداتهم أكتر بكتير. دي نهاية الفيديو، واشوفكم في فيديو جديد.